لو عندك مشكلة في الجهاز الهضمي أو عندك مشكلة في القولون أو عندك مشكلة في الكلى أو عندك مشكلة في الإحساس بالشبع أو في العيلة تاريخ مرضي بالإصابة بالسرطان فأنت حابب تقي نفسك منه أو في مشكلة سكر مرتفع، كل المشاكل دي نقدر نحلها بالمكون السحري اللي هنتكلم عنه النهاردة. أول حاجة قبل ما أبدأ أقول لكم إيه هو المكون السحري اللي هنتكلم عنه، هكلمك عن القولون ومشاكل القولون. أولا إحنا عارفين إن المعدة بيت الداء وانت ما تاكل، فاحنا بالتالي لازم نظبط المشاكل اللي موجوده في المعده عشان نظبط كل الحاجات اللي جايه بعد كده واللي قلنا عليها. المكون السحري اللي هكلمكم عنه النهارده هو الصمغ العربي او الاكازيا او الارابيان جاك. الصمغ العربي ده بريبايوتيك. يعني ايه بريبايوتيك؟ احنا عندنا نوعين من البكتيريا في المعده، بكتيريا نافعه وبكتيريا ضاره. البكتيريا النافعه اللي هي البروبايوتيك، البروبايوتيك ديت ليها تغذيه، التغذيه بتاعتها ديت عن طريق الصمغ العربي. الصمغ العربي دوت ازاي هو تغذيه للبكتيريا دي؟ هو ووتر سوليبل يعني بيدوب في الميه، كمان هو اندايجستبل يعني ما بيتهضمش. فمعنى ان هو ما بيتهضمش ان هو بينزل في المعده يتخمر، فلما بيتخمر البكتيريا ديت بتتغذى عليه. فاحنا لو استمرينا على الصمغ العربي ده لمده شهر هحسن مشاكل الجهاز الهضمي زي الامساك، القولون التقرحي، وزي القولون العصبي، وزي كل المشاكل اللي موجوده في المعده دي، لان احنا هنكون زودنا نسبه البكتيريا النافعه بنسبه 5%. ده لو اتكلمنا عن القولون. النقطة التانية اللي هنتكلم فيها ان هو بيقلل الوزن. بيقلل الوزن ازاي؟ هو بيزود الاحساس بالشبع عن طريق الالياف بتاعته اللي بتنزل في المعدة فبتدي احساس اطول بالشبع. اثر ازاي على الوزن؟ اتعملت دراسة على 15 سيدة لمدة 16 اسبوع بيستخدموا فيها الصمغ العربي، بيشربوا منه الصبح وبيشربوا منه بالليل، وهقول لكم الجرعات بتتاخد ازاي. لقينا ان الوزن بتاعه او كتلة الدهون اللي موجودة في الجسم نزلت بنسبة 2.81% من غير تغيير عاداتهم الغذائيه. ما بالك لو عملنا نظام غذائي مناسب كمان هيكون خساره الوزن شكلها ايه. النقطه الثالثه ان هو بيقلل الالتهابات وبيقلل الاصابه بالسرطانات، لان هو انتي انفلاماتوري وانتي اوكسيدانت، وكمان في بايوفلافينويدز وفي رايزنز، فبالتالي بيقلل من مشاكل الاصابه بالسرطان. كمان بيقلل من الالتهابات اللي موجوده في الجسم. يعني احنا لو عملنا تحليل CRP ولقيناه عالي، لو اخدنا صمغ عربي هيظبط المشكله بتاعه CRP مع الاهتمام طبعا بعلاج المشكله نفسها. يعني دوت هناخده كعلاج حاجه وقائيه كده مع العلاج اللي الدكتور بيوصفه لنا طبعا. كمان هو بيقلل من مشاكل الكوليسترول الضار في الجسم اللي هو ال LDL. كمان ممكن يساعدنا في التقليل من خطر الاصابات بالجلطات لانه بيحسن جوده الاوعيه الدمويه. كمان بيعالج المشاكل اللي موجوده او الالتهابات اللي موجوده في الغضاريف وفي المفاصل. المريض اللي عنده التهابات في الاسنان يقدر يجيب الصمغ العربي في الفورمه اللي هي الحبيبات بتاعته ديت ويقدر يمضخها عشان يعالج التهابات الاسنان. الاستخدام الاهم للصمغ العربي واللي معظم الناس بتستخدمه علشانه اصلا مشاكل الكلى. الصمغ العربي ممكن نستخدمه في مشاكل قصور وظائف الكلى وضمور الكلى ومشاكل اللي هي ما قبل الغسيل الكلوي وحتى مشاكل الغسيل الكلوي. ليه بنستخدم الصمغ العربي في مشاكل الكلى؟ زي ما شرحنا في المشكله بتاعه الجهاز الهضمي ان احنا لما استخدمنا الصمغ العربي غذينا البكتيريا النافعه اللي موجوده، فبالتالي البكتيريا النافعه دي لما اتغذت بدات تقلل الكرياتينين اللي موجود، وبدات كمان تقلل مشكله النيتروجين اللي موجود. فالمشكلتين دولت لما اتحلوا اثروا على الوظائف بتاعه الكلى. طيب الكلام ده مثبت؟ مثبت. في دراسه اتعملت في المانيا على 20 مريض بالكلى ان احنا ادينا لهم 50 جرام من الصمغ العربي منقوع وبيتقسم على مرتين، يعني بناخد مقداره الصبح 25 جرام وبالليل 25 جرام. استمرينا عليها لمده 6 شهور، لقينا التحاليل بتاعه الكرياتينين والنيتروجين اختلفت اختلاف تام. طيب يبقى الجرعه بتاعت مريض الكلى 50 جرام من الصمغ العربي دوت بتتقسم على مرتين، 25 جرام الصبح و25 جرام بالليل. هل الصمغ العربي امن؟ هو واخد FDA ابروفال ان هو امان للاستخدام عموما، ما عدا مريض السكر يستخدمه بحرص لان هو بيقلل ارقام السكر. يعني هناخده بالتزامن مع الدواء، هيكون تحت اشراف الطبيب علشان خاطر ما يوقعليش مستوى السكر. مريض الربو ملهوش ان هو يستخدمه، الحامل والمرضع لان ما فيش دراسات مؤكده عليها، واي مريض عنده حساسيه من الصمغ العربي طبعا ده هيكون ممنوع استخدامه. الجرعه بتاعه الصمغ العربي ايه؟ الجرعه بتاعته 15 جرام في اليوم، بنقعه من بالليل للصبح. ال 15 جرام دولت بيعادلوا 3 معالق صغيره. يعني انا لو اخدت معلقه صغيره هاخد منها 3 معالق، هنقعهم على كوبايه ميه او على كوبايتين ميه وهقسمها، هاخد كوبايه الصبح وكوبايه بالليل. كوبايه الصبح على الريق علشان خاطر تظبط لي البكتيريا بتاعه المعده زي ما اتفقنا. طيب الجرعه بتاعه مريض الكلى، الجرعه بتاعه مريض الكلى 50 جرام في اليوم، يعني 5 معالق كبيره، لان المعلقه الكبيره بتكون 10 جرام، المعلقه الصغيره 5 جرام.
برضو بتتنقع من بالليل للصبح، وباخد نصها الصبح واخد نصها بالليل. الصمغ العربي موجود على شكلين، موجود في صورة بودر زي دوت، او موجود على هيئة حبيبات، وديت بتكون موجودة عند العطار، بتكون موجودة في الهايبرات الكبيرة، وبتكون موجودة في الصيدلية. المهم ان انا اكون متأكد من المصدر بتاعه ان هو مصدره كويس. تقدر تنقعه في مية ساقعة وتقدر تنقعه في مية سخنة، وعشان اختلافات الابحاث فاحنا هننقعه في مية فاترة. هيتنقع من بالليل للصبح، هنلاقي الملمس بتاعه شوية ميوكس كده، ان هو مخاطي شوية لان هو صمغ. ودوت هنشربه على الريق الصبح وهنشربه بالليل.